اللي ظاهر قدامنا دلوقتي ده مش بيرفيوم ولا حتى بادي سبلاش، وبما ان معظمنا عرب وبنعيش في دول عربية فاحنا قطعا ما نعرفش عنه اي حاجة. بير سبراي او رذاذ الدب ده عبارة عن علبة سبراي او بخاخة فيها مواد سائلة مصنوعة من الفلفل وغير مميتة. لازمة السبراي ده انه بيطرد وبيبعد الدببة اللي في المكان واللي لا قدر الله ممكن تهاجمك وتقتلك في اي لحظة. ودي مواد بتسبب العمى المؤقت، وفي منها بيسبب شلل لحركة الحيوان ل5 دقايق. بس المهم بقى انه لازم يترش على وش الحيوان مباشرة، يعني ما ينفعش تحطه على نفسك او على هدومك وتقول الدب مش هيقرب لي، وقتها هيبقلشك وياكلك. والمقدمة دي علشان ان شاء الله النهاردة هنحكي واحدة من ابشع واسوأ هجمات الدببة المرعبة في سنة 2023. زوجين عندهم خبرة كبيرة جدا في المجال البيئي والحيواني خيموا في متنزه اسمه بانف ناشونال بارك في كندا، ونصبوا خيمتهم مع كلبهم علشان يقضوا كام يوم هناك في البرية. بس فجأة بقى دب دخل عليهم وقطع الخيمة بمخالبه وأنيابه علشان يدور على وجبة غدا، وبالرغم من انهم استخدموا علبتين من السبراي بتاع رذاذ الدب ده علشان يطردوه ويمشوه، الا ان المحاولات دي فشلت. والدب الرمادي الضخم العدواني لما ملقاش السلمون واكله الطبيعي موجود في المكان، قرر بقى انه ياكل الزوج والزوجة وكلبهم ويعبي بيهم كرشه على الاخر. طب ايه اللي خلى الدب ده يتصرف كده، وازاي الرذاذ ما اثرش فيه؟ وايه حكاية الطيارة الهليكوبتر اللي ملحقتش تنقذهم؟ وايه كمان موضوع جهاز البيجر؟ لا ده احنا يلا بينا بقى من غير سسبنس كتير ندخل في المدعكة على طول، ونتعرف على الدقائق الأخيرة المرعبة لدوج إنجليس وزوجته جيني جوس وكلبهم بين أنياب الوحش العملاق. بس زي ما احنا متعودين، صديق الإنسان قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش تبقلشة. حكاية النهاردة بتثبت لنا ان مفيش حد كبير او خبير قصاد هجمات الحيوانات، حتى العلماء والمخيمين نفسهم. في اواخر شهر سبتمبر سنة 2023 بتحصل حادثة هي الاولى من نوعها في مقاطعة البرتا في كندا. دوج انجليس، وده عالم في الزراعة في جامعة ليسبريدج، عنده 62 سنة، وزوجته جيني جوس وهي كمان عالمة زيه وعندها 62 سنة برضه. الاتنين اتولدوا في نفس المنطقة ودخلوا واتخرجوا من نفس الجامعة واتجوزوا واشتغلوا مع بعض في نفس المكان. يعني من الاخر كده هم عمرهم ما اتفرقوا ابدا عن بعض من يوم ما اتولدوا لحد يوم ما هيموتوا. دوج وجيني كمان شغالين في نفس المختبر العلمي واساتذة شاطرين جدا في مجال الزراعة والبيئة، وكل سنة بيسافروا مرتين لحديقة بانف الوطنية في كندا علشان يغامروا في استكشافات البرية والتخييم هناك. علشان كده هم أعلم الناس بمخاطر الحياة البرية، ودايما بيكون معاهم معدات الطوارئ والبقاء على قيد الحياة. الحديقة الوطنية دي بقى تبقى هي موطن لأخطر الحيوانات المفترسة في كندا، وهو الدب الرمادي. والمحمية فيها 65 دب رمادي غير 40 دب اسود، ده غير الكوجر والذئاب. علشان كده في كل مرة الزوجين بيروحوا للمكان ده بيكونوا مأمنين نفسهم على الآخر لأي ظرف طارئ. بس ده طبعا مش معناه النجاة على طول، لأنك ممكن تلاقي نفسك موجود في المكان الغلط في نفس الوقت الغلط. يوم 24 سبتمبر سنة 2023 بيطلع بقى الزوجين في رحلة استكشافية زي ما هم متعودين كل سنة، بس دي بقى هتبقى الزيارة الأخيرة. دوج وجيني كان معاهم الكلب بتاعهم اللي ملازمهم طول حياتهم، وفعلا قعدوا في المحمية 5 أيام، يعني لحد يوم 29 سبتمبر سنة 2023. وفي اليوم الخامس ده بقى قرروا انهم يغامروا اكتر ويعدوا النهر ويدخلوا في قلب الغابة. وبعد ما التلاتة مشيوا مسافات طويلة تعبوا لحد ما اخيرا لقوا مكان علشان يخيموا فيه الليلة دي. اي نعم ده ما كانش مكان التخييم اللي مخططين له، بس الشمس كانت بتمشي خلاص وما ينفعش انهم يمشوا على رجليهم اكتر من كده بالليل في المحمية، لانهم هيبقوا معرضين لخطر مقابلة دب في وشهم من غير ما ياخدوا بالهم. علشان كده هم قرروا يخيموا هنا لحد ما النهار يطلع، وبعدها بقى يكملوا خطط الرحلة اللي معاهم. الزوجين نصبوا خيمتهم والسيدة جيني طبخت العشاء قبل ما الدنيا تضلم وولعوا نار، والتلاتة قعدوا حواليها. دوج كان معاه جهاز ارسال واستقبال رسائل زي جهاز البيجر كده، بيتواصل بيه مع عمه كولين مرتين في اليوم، بيبعت له رساله يطمنه هو وصل لفين وبيعمل ايه. وفعلا دوج بعت رساله لعمه الساعه 5 العصر وقال له احنا خلاص خيمنا جوه وبكره هنكمل خطط الرحله. بس دوج ما كانش واخد باله لا هو ولا جيني ولا حتى الكلب بتاعهم ان في دب اشيف في المكان قاعد بيراقبهم دلوقتي. في الوقت ده من السنه الدببه بتكون مفجوعه وبتاكل اكبر عدد من الطعام، وده علشان يخزنوا دهون كتير تعديهم من فصل الشتاء والسبات اللي هيدخلوا فيه لحد الصيف الجاي.
الدب جه على ريحة العشاء اللي كانوا بيعملوه وقرع الأواني والصحون. الزوجين نظفوا مكان ما كلوا، ولأن خبرتهم في الحياة البرية كبيرة فهم علقوا الأكل على شجرة قريبة منهم، وده علشان الدببة ما تجيش على مكان الخيمة ويبعدوا عنهم. وكمان خلوا مع كل واحد فيهم علبة رذاذ الدب جنبه في الخيمة علشان أي خطر محتمل. الزوجين بعد ما اتعشوا ونضفوا مكانهم وأول ما الليل ليل دخلوا لخيمتهم مع كلبهم علشان يناموا. بس قبل ما بيناموا هما بيقعدوا يقرأوا كتب ويدونوا ملاحظات علمية، وهو ده اللي بيعملوه في كل ليلة بيقضوها في المخيم في البرية. بس في اللحظة دي بقى كان بره خيمتهم موجود دب رمادي ضخم عمال يقرب من الخيمة واحدة واحدة، لدرجة انهم كانوا سامعينه بودانهم وهو بيشم الجانب التاني من القماش اللي قاعدين جواه دلوقتي. الزوجين فضلوا قاعدين ساكتين وهاديين قدر الامكان وما كانوش بيتنفسوا حتى، لحد ما في لمح البصر قماش الخيمة اتقطع بشكل مفاجئ ومرعب وظهر وش الدب المجنون. الكلب بتاعهم قعد يصرخ في وش الدب، والزوجين قعدوا يصرخوا هما كمان علشان يخوفوه، بس الحركات دي بقى جننت الدب اكتر واكتر. دوج وجيني مسكوا علب رذاذ الدب اللي معاهم وغرقوا وش الدب بيهم وفضوهم وخلصوهم عليه، بس بغضب شديد بالزاف الدب قاوم الرذاذ وبقى كاعي اكتر من الاول، ومحدش لحد النهارده عرف هو ده حصل ازاي، وكمان محدش يعرف التفاصيل الدقيقة للهجوم والأحداث المروعة اللي حصلت. بس في الوقت ده بقى وصلت رسالة من جهاز البيجر للعم كولين مكتوب فيها بير اتاك باد، أو هجوم الدب سيء. In reach that said bear attack bad. العم بسرعة جدا بعت رسالة استغاثة للسلطات وقال لهم إن ابن أخوه وزوجته وكلبهم بيتعرضوا حاليا لهجوم من دب. دوج وزوجته كان معاهم جهاز GPS وهو ده اللي عرف وحدات الانقاذ مكانهم بالتحديد، بس للاسف المكان كان بعيد وجوه في قلب الادغال، والحاجه الوحيده اللي ممكن تلحقهم دلوقتي هي طياره هليكوبتر. بس للاسف برضو الطياره الهليكوبتر ما قدرتش تطير في الوقت ده بسبب سوء الاحوال الجويه. وحدة الإنقاذ كانوا عارفين إن كل ثانية ليها أهميتها وممكن تنقذ الزوجين، علشان كده قاموا بالرحلة دي على رجليهم، وما كانوش عارفين هيلاقوا إيه هناك أو حتى إيه اللي ممكن يقابلهم في طريقهم، بس كانوا مأمنين نفسهم بأسلحة نارية شايلينها معاهم. رسالة الهجوم اتبعتت للعم الساعة 8 مساء، ووحدة الإنقاذ وصلت للمكان الساعة 1 الفجر، يعني بعد 5 ساعات. المنقذين لما وصلوا لمكان الGPS لقوا المخيم متقطع والمكان متبهدل، وده معناه إن فيه صراع مأساوي وبشع حصل هنا. كمان لقوا الدم مغرق الارض وفيه 3 جثث متقطعه بشكل مرعب ومتاكل كمان منها اجزاء كتير، وكل اصحابها فرقوا الحياه. دوج اتاكل ومات، وجين اتاكلت وماتت، وحتى كلبهم الدب اكله وموته هو كمان. كمان لقوا على الارض علبتين فاضيين من رذاذ الدب واجهزه البيجر متدغدغه، وده معناه ان الزوجين حاولوا يخوفوا الدب ويبعدوه، لكن الموضوع منجحش معاهم. فريق الانقاذ في الوقت ده بقى ما كانش هو اللي موجود لوحده في المكان، وكان في وحش قاعد بيراقبهم من بعيد هم كمان. نفس الدب الرمادي اللي لسه قاتل التلاتة كان واقف بين الشجر على بعد كام متر، ودلوقتي واقف بيختار ضحيته الجديدة من وسط الفريق. الدب اختار وبدأ يتحرك، والفرقة سمعت صوت الشجر وشافوه، وما ترددوش لثانية وفرغوا كل الطلقات في جتة أمه ورقدوه على الأرض جنب جثة الزوجين وكلبهم. وتاني يوم نقلوا الجثث وشرحوا الدب واكتشفوا انها انثى غير مرضعه، يعني انثى سنجل عمرها 25 سنه، بس كانت انيابها ضعيفه ومعدل الدهون في جسمها اقل من المعدل الطبيعي للدببه في الوقت ده من السنه. لو الدب هاجم اي شخص بسبب الدفاع عن نفسه هيضرب الشخص ده وبعدين هيجري ويسيب المكان كله، لكن الانثى دي فضلت قاعده ومستنيه جنب الجثث وكانت هتاكلهم كلهم، يعني باختصار كده هي كانت بتصطادهم. وبالرغم من وجود 65 دب رمادي في المحمية، إلا إن ده أول هجوم يحصل في كندا من سنة 1973، لأن هجمات الدببة هناك نادرة جدا عكس انتشارها في الولايات المتحدة الزفتية. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة من اوعى الوحوش تبقى لشط. صديقي الإنسان الجميل الحبوب، لو لا قدر الله كنت أنت مكان دوج ولقيت دب في وشك وجيت بقى تفضي إزازة الرذاذ في وشه كلها ولقيته بيقول لك الله إيه ده برفان هات كمان، كانولي هتتصرف وقتها معاه ازاي؟ اكتب لنا تحت في التعليقات بمنتهى الامانه، وان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.